ليه الشتيمه مرتبطه بالستات؟ معظم الالفاظ اللي ليها علاقه بالشتايم لازم نربطها بالستات، سواء باسم الام او عضو انثوي. المهم ان اهينك بامك واختك وبمراتك او اي بنت في عيلتكم، او باي لفظ جنسي ووراه الام. لما بنحب نهين حد او نشتمه بندور على اكتر حاجه بيحبها او بيحترمها ونشتمه بيها، ما بالك بقى لو حاجه ليها علاقه بشرفه وكرامته زي ما المجتمع بيقول انا هنا جبتك الارض ومسيت شرفك وعرضك. ليه اعتبرنا الانثى رمز للاهانه وان الراجل هو رمز الشجاعه والكرامه والعزه؟ علماء الاجتماع لما جم يشوفوا ليه بنستخدم الانثى او اسمها او اعضائها كشتيمه لقوا ان ده على حسب ثقافه كل مجتمع. يعني مثلا المجتمع اللي بيشوف الست لازم تبقى في ظل راجل وملهاش ولا راي وحقوقها اقل وانها كائن ضعيف وعاطفي وما ينفعش تاخد قرارات تاثر على حياتها، اكيد مش هيبص للست نظره احترام وتقدير، ولا هيفهم ويقدر دورها في المجتمع، واكيد هيعتبرها رمز اهانه وشتيمه. والمجتمعات دي برضو اللي بتبص للراجل على اساس ان هو رمز العزه والكرامه والشجاعه والشهامه وكل المميزات اللي قلبك يحبها، فطبيعي مش هيدخل معانا في الشتيمه، لكن يستخدمونا احنا كشتيمه عادي جدا. معقول الشهامه دي يا سيدي الرجاله بتستخدم امك واعضائها في الشتايم وانت بتهزر؟ حقيقي يمرك يا ميار. على الرغم اننا لو جينا حللنا تفكير النوع ده من المجتمعات هنلاقي كميه تناقض رهيب. ازاي انت كراجل رمز الشهامه والكرامه تستخدم اهل بيتك اللي هم كائن ضعيف زي ما بتقول وفي حمايتك وفي ظلك من وجهه نظرك في شتايم بشعه زي دي؟ وده بيدل على انكم منظر من بره مدعيين انكم رجاله جامدين وفاهمين في الاصول وانتوا ملط. وده على عكس المجتمع المتحضر اللي بيشوف الست ليها دور كبير وانها زيها زي الراجل ونص المجتمع وان هي عندها حقوق لازم تاخدها، فده اكيد هيحترم الست وهيبص ليها بطريقه تانية خالص ومش هيستخدمها في الشتايم. ولما علماء النفس والاجتماع حبوا يركزوا على استخدام الشتايم الجنسيه اللي ليها علاقه بالانثى لقوا انه مش مجرد اهانه للشخص اللي قدامهم وبس، لا 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 خالص، ده طلع نوع من انواع تفريغ الكبت الجنسي اللي عندهم، وان في متعه وهما بيشتموا الشتايم دي. في منهم بيتخيلوا الشتيمه وكانها مشهد قدامهم، ودي طبعا متعه في حد ذاتها لاصحاب العقول المريضه. في مشكله تانية بقى دلوقتي ان في ستات وبنات بقت بتشتم الشتايم دي، مع ان الطبيعي والمفروض انك تعترضي لما حد يشتم بيها قدام، لان دي اهانه لكل ست. فانت ازاي تهيني نفسك وتهيني ستات زيها زيك؟ حرفيا يمرك يا ميار.